كنت اشتريت كتاب جديد وقاعد بقرأ في أمان الله. فجأة لقيت عيني لمحت الماسورة البلاستيك دي. أسكت؟ لا طبعا. قمت قايم ماسك المتر وبدأت أقيس طولها اللي كان حوالي 290 سنتي. وبعدين فتحت اللاب بتاعي وبدأت أسيرش عن إعادة تدوير المواسير البلاستيك. صراحة اللاب من ساعة ما جبته وأنا سانده على الكتاب ده، اللي قرأته حوالي مرتين بالمناسبة، واللي برشحه لأي حد، وبعتذر طبعا لعم جيمس كتير مؤلف الكتاب. رفعت مقاسات اللاب وقررت أعمل ستاند لابتوب، وهنا كنت بحاول ابعد عن فانات التهوية، وعشان كده كنت بقيس المسافة ما بينهم. بدأت اخد المقاسات على الماسورة واعلم بالقلم واقطع باستخدام صفيحة المنشار. بدأت اجمع القطع اللي اتقطعت واشوف شكل الستاند. بعدين قررت اعمل وحدة اضاءة كمان بالجزء اللي اتبقى من الماسورة، وقطعت القطع المتبقية. بدأت اوصل الاضاءة، ولكن بعد ما خلصت افتكرت ان لازم الاول ادخل السلك جوه الماسورة، فاضطريت ان انا افك كل ده تاني. جبت كل القطع سواء للستاند او الاباجوره، وجبت سبراي اسود بدات ارشها. كنت برش اتجاه واستنى ينشف واقلب الناحيه التانية. ونصيحه، ما تستعجلش عشان ما تبوظش الجزء اللي انت رشيته. جمعت الستاند وده كان شكله بعد ما اتجمع، وبدات اجرب استخدامه. بصراحه ما كنتش متوقع انه هيحقق لي الثبات والتهويه اللي انا كنت عايزهم. والستاند كمان فيه ميزه انك تقدر تغير اتجاهه على حسب راحتك. وكمان حبيت اجربه وانا قاعد بعيد عن المكتب، لقيته لطيف قوي وسهل استخدامه. وهنا بقى رحت اوصل السلك للاباجوره، وركبت اللمبه اللي كانت حوالي 9 واط، وده برضو على حسب اختيارك. وبسم الله يلا بينا. ودي كانت النتيجه. مبسوط جدا بالتجربه، واني اصبح عندي منتجين سعرهم غالي من ماسوره بلاستيك تمنها 30 جنيه. جربوها بنفسكم. سلام.